لما بتركب عربيتك وتسوق بسرعة، انت فعلا بتسابق الوقت ولا بتهرب من حقيقة ان انت عمرك ما هتسبق الوقت؟ اهلا بيك يا عزيزي في مساحة فراغ جديدة. انت خلاص عرفت نظامنا، هات معاك كوباية الشاي وسندوتش الحلاوة. بس المرة دي هتلاقي معانا مج القهوة، ولما تلاقي معايا مج القهوة ودي أول مرة تشوفها تحسس مسدسك. هنتكلم في موضوع فعلا هيمشي بيك في الفراغ السرمدي اللانهائي، وانا قلت لك قبل كده ما تسألنيش عن ايه سرمدي. تعالى معايا نتكلم عن رياضة الفورمولا 1. الناس فيها بتقود بسرعات تزيد عن 300 كيلومتر في الساعة، بس مش عشان يوصل الأول، لا، عشان يهرب من حقيقة إنه مهما فاز الرحلة الوحيدة اللي مش هيقدر يسبق فيها هي رحلة الوقت. المسابقة دي مش مجرد سباق سيارات، لا، دي محاكاة للبشرية أو الحياة البشرية بشكل عام. السرعة فيها بتمثل هروب الإنسان من الزمن. الكل بيجري تمام عشان يثبت نفسه قبل ما ينتهي السباق اللي هو حياة كل واحد فينا، وده أمر واقع. السائق نفسه في الوقت ده بيمثل الإنسان الموهوب اللي بتظهر موهبته تحت الضغط، واللي ما بيقدرش يظهر الموهبة دي للأسف بيخسر السباق. الفريق اللي بيمثل المجتمع والبيئة المحيطة بيك، اللي بيقولك إن النجاح الفردي تمام مش هو ده النجاح، بالعكس النجاح الجماعي هو الحقيقة. كمان فريق الصيانة وفكرة الصيانة أثناء السباق نفسه. اللحظات اللي انت بتشعر فيها بانهيار نفسي وبتحتاج إعادة ترميم قبل ما توصل حياتك، سواء حد بيساعدك في الترميم ده أو انت حتى بتعمل هيلينج لنفسك وترميم لنفسك. حتى الحلبة نفسها، حلبة السباق، مسار الحياة مرسوم لينا كلنا ما بنتحكمش فيه، لكن بنتحكم ازاي نقود في المسار ده، ازاي تكون أدائنا أو تصرفاتنا في الحياة دي. على فكرة في فلاسفة كتير ارتبطوا، لو انت عايز تربط الموضوع ده برؤية حد من الفلاسفة زي مثلا ألبير كامو مثلا، اللي هو اللي بيكتب في الفلسفة أو بيكتب في العبثية بشكل عام يعني، اللي هو شايف إن الحياة بلا معنى جوهري، ولكن الإنسان بيستمر في اللعب رغم ذلك يعني زي السائق اللي بيسابق بشكل عام وهو عارف إن نهاية الطريق واحدة. يعني أنت بتسابق حتى النهاية رغم إن الفوز ما بيغيرش مصيرك النهائي. استمراريتنا في الحياة، كلنا في النهاية هنموت يعني. برضو عندك جان بول سارتر مثلا، ده اللي هو الفلسفة الوجودية، اللي بيقول إن الإنسان مسؤول عن اختياراته حتى لو لم يختار ظروفه. زي السائق اللي هو ما صممش حلبة السباق، لكن برضو بيقرر إن هو يقود وكيف يقود في الحلبة دي. يعني ببساطة أنت بتختار أسلوب قيادتك في الحياة حتى لو ما اخترتش حلبة السباق. كمان عندك تشارلز داروين. احنا عارفين داروين اللي هو خاص بنظرية فلسفة البقاء. تعالى بقى اخدك لفيلم اف 1 اللي هو بطولة براد بيت، اللي بيأدي شخصية المتسابق سوني هيز. سوني هيز في الفيلم ده يعني في شوية أمور كده، أنا لما دخلت الفيلم في تساؤلات قفزت في ذهني، وممكن أنت تلاقي إجابة معايا عليها إذا كنت شفت الفيلم، وإذا ما كنت شفته أنصحك تشوفه تحاول تفكر في الإجابات. منها مثلا في اسرار زي سر ورقه الكوتشينه اللي دايما بيختارها بشكل عشوائي قبل كل سباق، وعمره ما بيشوفها الا في نهايه الفيلم وهو شافها بس احنا ما شفناهاش. تحس ان الورقه دي بتمثل الشغف، الدافع، التفاؤل، الروح. وخصوصا ان هو بيركز على فكره التفاؤل وعدم التفاؤل بشكل عام. لحظه قبل ما بيركب السياره في اول سباق بياخد لحظه كده هدوء قبل ما يركب السياره، تركيز، غمض عينيه، فجأة يبدأ يدخل في مود السباق كأنه بياخد لحظة راحة قبل السباق. وحتى بعد السباق برضو تمام بتحس ان هو بياخد بريك، ينزل كده في بانيو المايه اللي مليان تلج وياخد ريلاكسيشن بشكل عادي. فكرة تحليله وأدائه للسباق بشكل عام للمسارات. يرفض يلمس الكاس بعد ما فاز، يقولك اتس باد لك. يعني فكرة التفاؤل والتشاؤم موجودة. حتى لما يعني اتعرض عليه انه يكمل مع نفس الفريق ويحقق سباقات مرة اخرى رفض. وكان حتى السؤال يعني انت ايه فلسفتك او ايه منظورك للسباقات يعني. فقال له ببساطة نيو داي نيو تشالنج، يعني هي الفكرة ان انا راجل بيقضي حياته كلها ان هو كل يوم يبدأ تحدي جديد. حتى لما جاله صاحبه او صديقه في الفيلم تمام وبدأ يطلب منه مساعدته، لأنه بيمثل خبرة والمعرفة والنضوج اللي هو شايف كمدير فريق إن فريقه محتاج الكلام ده. وساعتها هو قدم له الحل، قال له المشكلة عندك في الأدوات في السيارة نفسها.
وبدأ يحفزه بانه قال له يعني انت هتدخل سباق، السباق ده ممكن في يوم واحد او سباق واحد تفوز بيه يخليك الافضل على مستوى العالم. فهو حتى سأله قال له طب هل انت شفت معجزة قبل كده؟ فقال له لا، اللي ظهرت في نهاية الفيلم. مع احداث الفيلم بقى او في النقطة دي تحديدا اتطرح السؤال المحوري اللي ظهر في بداية الفيلم وفي نهاية الفيلم. تمام. اللي كان دايما لما يسألوه انت ليه بتسابق يقول له it's not about money. يعني الفكرة ان في السؤال الجوهري ده انا بعتبره السؤال المحوري في الفيلم بشكل عام. خليني اخدك سريعا كده في الاحداث. لما يبدأ ينضم للفريق، وبعد ما ينضم للفريق يكتشف ان الفريق يفتقد الترابط، اغلبه هواه، ما عندوش روح البطولة، الناس بتركز على الفردية مش روح الفريق. حتى هو واجه تحديات وهو بينضم. الناس ده كان بطل سابق او مشروع بطل في شبابه، وتعرض لحادث مميت في السباقات، وابتعد عن الحلبة وانهار نفسيا، ثم بدأ بعد عقد كامل يرجع ويمارس شغفه وهوايته في ان هو يسوق اي سيارة. حتى بيقول لك انا اشتغلت سواق تاكسي. يعني هو كان بيمارس هوايته وشغفه بشكل كبير. تخيل بقى ان كل التاريخ ده تم استدعائه لمهاجمته بيه، وتقبل النقد والسخرية بشكل غير طبيعي وبثبات انفعالي عالي جدا. وبدأ يظهر لنا في الفيلم الروتين اللي بيقوم بيه الشخص ده، وفكرة الاستعداد، الروتين اليومي، الاستيقاظ المبكر، التمرينات الرياضية، الاستعداد. تمام. اللي بيقرأ، بيعرف عن المسارات، بيعرف عن السيارات، بينزل للتراك نفسه، المسار يمشي فيه، يحس بالبيئة اللي هيشتغل فيها وهيسابق فيها. وحتى مع اول سباق لما ركب السياره، اول ما ركب السياره سأل نفسه what you doing here سوني. يعني انت سوني، انت بتعمل ايه هنا؟ يعني السؤال ده ما تعرفش هل هو بيلوم نفسه ولا هل هو بيفكر نفسه بالهدف او الحافز. حتى لما اكتشف المشاكل وتناقش مع مديرة الفريق في ان هم محتاجين يعني كار فور كومبات، يعني سيارة قتالية، فقالت له انا كده هتخلى عن الامان. قال لها مين قال ان احنا محتاجين الامان؟ يعني احيانا لازم تتخلى عن الامان، تمام، والتحديات عشان تقدر ان انت تكمل في السباق، سباق الحياة بشكل كبير. انا بعتبر ان شخصية سوني هيس في الفيلم ده رمز فلسفي ومجتمعي متعدد الابعاد. يعني مثلا هتلاقي عنده مهنية وشغف كبير جدا. هو مش مجرد سائق سابق، لا لا، ده شخص ملتزم، عنده التزام تام بالشغل، عنده شغف، بيركز على الجودة والإتقان قبل فكرة المال والتقدير الاجتماعي. كان بيهرب من الصحافة، ما كانش مهتم بالميديا ولا غيره، بيعتبرهم نويز زي ما هو قال لك ده نويز، الناس دي بتنسانا بشكل عام يعني. كويس. واللي بياخد زي ما بيقولوا كده بياخد التقدير كله هو اللي بيحقق الفوز. ففكرة ان انت كشخصية في المجتمع ليها عمق كبير جدا وبتسيب اثر ايجابي بعيدا عن المكاسب الماديه، دي نقطه مهمه هو يمكن ابرزها في الفيلم بشكل كبير. فكره الحكمه والتجربه، كون ان هو يعني قديم في المجال بشكل عام، فكان بيدي نصايح وبيشارك خبراته مع الفريق، زي المقوله اللي كان بيقول لهم سلو سموث فاست. دي كان خبره بيتناقلها عن ابيه جيل لجيل. فهو بيمثلك الجيل اللي بيحمل التجربه والمعرفه وبينقلها للجيل الجديد، اذا كان الجيل الجديد مستعد يسمع الكلام ده. ففي شخصيات كده في المجتمع بتدي توجيهات وتوازن، وبتعلم الناس النجاح ازاي، مش مجرد سباق سرعة وخلاص انا اسرع يبقى انا هوصل او انا هحقق النجاح، اللي هو الطموح والشغف غير المتحكم فيه من قبل السائق الشاب اللي كان معاه في الفريق. فكرة التوازن بالفردية والفريق، يعني دايما بيقولوا مش كون ان انت نجم الفريق، تمام، يبقى انت كده لازم ان انت تنجح. فبيقولوا فورمولا 1 اذا تيم سبورت، يعني دي رياضة جماعية. الفرد الواعي في المجتمع لازم يكون عنده فكرة ان الانجاز ما بيقدرش يحققه بمعزل عن الاخرين، لا بالعكس، لازم بالتعاون مع الاخرين. يعني احيانا لازم تتنازل عن دورك الشخصي وتحقيقك الشخصي الانجاز، تحقيق انجاز للفريق بالكامل. كمان فكرة المبادرة، يعني لما في اخر الفيلم لما كان صديقه بيقول له احنا يعني we can't win، فرد عليه قال له we can't if we don't try. يعني احنا مش هنقدر ان احنا ما نقدرش نحكم. الفشل هو سيناريو موجود في حياتنا في كل اعمالنا بشكل عام، لكن مش ده ما يكونش عائق انه يمنعنا عن النجاح. فبالتالي روح الجراءة والمجازفة الذكية في مواجهة التحديات، وحتى في اثناء السباقات هو حسن مركز الفريق ببعض الخبرات. بالعكس ده يعني سبب
حالة في السباقات كانت مثيرة للجدل بشكل أو بآخر نتيجة لخبراته. الفكرة كده إن سوني هيز أو براد بيت في الفيلم ده كان بيمثل لك السعي وراء معنى أعمق للحياة، مش مجرد المكاسب المادية. سؤال محوري، It's not about money. تمام؟ في قيم جوهرية وفي شغف الهوايات. فكرة It's not about money أو الجملة دي الأيقونية بالنسبة لي، يعني اللي اتقالت في أول فيلم، اللي بتثبت لك إن البطل قيمته الحقيقية في السباق بتبقى في الشغف والتحدي وهدف أعمق، مش مجرد يعني ايه، سعي بس تجاه المال. يعني السؤال ده اتسأل في الاول واتسأل في الاخر وكان رده دايما ابتسامة. تمام؟ احيانا انت عشان تستعيد هوية البطل لازم تسيب المال خلفك وتدور على شغفك. احيانا النجاح ما بيكونش مادي، بيكون معنوي بشكل او باخر. فكرة البساطة، دور على السبب الاعمق اللي عايزه، اللي بيكون دافع ليك ان انت تنجح، مش لازم يكون كله متعلق بالمال والجاه وما الى ذلك يعني. الخلاصة عزيزي، بس عشان ما اطولش عليك في مساحة الفراغ، ان سوني هيز مش مجرد بطل سباق، لا لا لا، ده كان رمز للشغف والحكمة والتعاون والمبادرة والسعي ورا معنى الحياة في المجتمع. تقدر تقارنه كده بالمعلم الملهم القائد اللي بيلهم الآخرين عشان يتجاوزوا الخوف ويشتغلوا بشغف ويحققوا النجاح الحقيقي بعيدا عن الضوضاء المادية. يعني سوني هيز مش مجرد يعني درايفر فورمولا 1، لا، الراجل ده اللي ممكن يوريك النجاح الحقيقي مش في المال ولا في الضجة، لا، ده في الشغف والجراءة وفي اللحظات اللي بتحلق فيها روحه فوق التراك حرفيا، زي ما هو قال. يعني بيقول انا بدور على اللحظة، في لحظة معينة بطاردها في كل سباق. اللحظة دي بيكون كل حاجة حواليها بتختفي. تمام؟ بحس ان انا طاير، بحس ان محدش هيقدر يلحقني او يحصلني. هي دي اللحظة اللي بيطاردها، يعني بيدور على الشغف ده من اول فيلم. عشان كده ده ممكن يكون ده الإجابة It's not about money، إجابة السؤال ده. وببساطة هو الشخص اللي بيعلمك إن البطء أحيانا بيكون أسرع من السرعة، وإن الفريق أهم من الفرد حتى لو أنت نجم السباق، وإن أنت إذا ما جربتش تمام أبدا مش هتكون قادر على الفوز. أتمنى أن يكون في حياة كل واحد فينا سوني هيز، معلم حكيم قائد بالنسبة له يحفزه. وطبعا مش هطول عليك، وخلاص احنا كده عرفنا نظامنا بعد ما خلصنا جلستنا في مساحة الفراغ. استأذنك وانت خارج تقفل وراك مساحة الفراغ، وافتكر ان احنا قد نلتقي او نرى التقي، بس الاكيد ان احنا مش هنعرف بعض. سلام عليكم.